السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نهضروا على سعاد، جوهره مغربيه. بعد ما الاشاعه اللي طلعت ديال يسرى تزوجات، سعاد طبيعه الحال ما عجبهاش الحال وبقات فيها الحال، وقررت اشنو غدير بهذاك الارث ديالها او الفلوس ديالها او الديور ديالها من بعد الممات. سعاد خرجت في واحد اللايف ومعصبه وطالع عليها الدم، لان اي ام كتبغي البنت ديالها تستاشر معاها. وحنا عارفين سعاد عندها مشاكل كبيره مع يسرى بنتها. في الاول كانوا عندها مشاكل مع يسرى غير بسبب الغيره من يسرى مع الضره ديالها بانها منسجمه معاها وماشيه معاها، ولكن من بعد هذيك المشكل الكبير، سعاد وبنتها ولا بيناتهم واحد الحقد كبير. داكشي علاش سعاد دابا ملي سمعت هاد الاشاعه ديال زواج بنتها بقى فيها الحال بحال كاع الامهات ان بنتها تزوجات وهي ما معلومه ما في خبارها. واخا كنظن انا هادشي غير اشاعه ما منه والو. سعاد ردة الفعل ديالها هي انها قررت ان املاكها كامله اللي كتملك غتمشي تعطيها للخيريه، وغتخلي واحد الوصيه بعد ما توفى غادي يجيو يديو داكشي ديالها كامل ديورها وداكشي اللي كتملك غادي يمشي للاطفال الخيريه، حيت زعما كتشوف بناتها ما حاملينهاش وما عاطيناش واحد الاهتمام وما ممدينهاش فيها وما باغينش يتصالحوا معاها. حتى هي زعما ما بان ليها فاش غتفشل الغليل ديالها سوا فهادوك الديور اللي عندها. ما بغاتش بناتها زعما يتمتعوا بهم من وراها. داكشي علاش كنقولوا الله يجمع شمل سعاد مع بناتها، والله ينزل بزولة الرحمه بينها وبين بناتها. هادشي بالنسبه لبناتها، وهذا القرار اللي خدات سعاد راه غير كما تنقولوا غير رده فعل. واحد كينتقم من واحد وصافي، راه حاجه حتى واحد ما غيفوت امه وحتى واحد ما غيفوت ولادو. سعاد راه عقوبتها لبناتها وبنوتها راه عقوبتها ليهم. كما تنقولوا سعدات كيف فاعل الخير. داكشي علاش كنتمناو الناس يقولوا كلمه طيبه باش يحبوا هاد الناس يتجمعوا في الخير وباش ينعلوا الشيطان، وباش حتى حاجه ما تكون بيناتهم قاسيه لهاد الحد هذا. وداكشي اللي دارت سعاد راه ما تقبلوا حتى واحد في بنتها، ولكن سعاد عندها اعذار نفسيه بان تشوف بنتها زوجات باها وكتحماق على مرت باها ودائما كتشكر فيها. ضروري غادي هي باغا تنتقم من اي واحد كيفقسها. ما لقات ما دير ولا تقلب على اي طرق، اي حوايج تيدوروا في راسها خاصها تستعملهم، وهادشي غلط. وردة الفعل كانت قاصحه من عند سعاد، وسعاد مازال زايده فيه. حتى التعامل مع العمه ديالها كان كما تنقولوا قاصح بزاف. هذيك العمه ديالها دائما كنشوفوها كتعير كتشتم كتهضر. حبذا لو كان سعاد جاهلاتها وما جاوبتهاش وما رداتش عليها. دابا سعاد حطت راسها في واحد النقطه اللي هي صغيره، خرجت كتجاوب مع العمه ديالها وكتقول في واحد الاسرار وكتقول في واحد الحوايج كانت كتقول لي تعالي نديرو، كانت تدير، كانت في حياتها حشومه وعيب وعار. دابا ولاو هما سواسيه، هي كتهضر على العمه ديالها انها زعما ما هادي وتي دابا غتولي بحالها لانك هبطتي لذاك المستوى ديالها. حشومه عليكم ونعلو الشيطان. راك كيف ما كان نتوما عائله ودم واحد، وهذوك بناتك وهذيك عمتك وانتوما راكم عائله وحده. ما تبقاوش دايرين هاد الشو هادي على قبل الادسنس كتفعلوا القنوات وكتخدموا بعضياتكم. راه حشومه وعيب وعار، هادشي واحد ما يتقبلو. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. ما كنطولش عليكم فيديوهات كنديرهم غير قصار، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.